شاء الله بإذن الله راح نسوي برياني لحم بس على طريقتي، تقريبا قريب إلى الطريقة الهندية. الحين أنا هني سلقت اللحم، خشيته بهار، أبى أقليه بهذا الدهن، واليزر والبازاليا سلقتهم شوي وقليتهم قلي خفيف، والبطاط قطعته وقليته. وهني عندي بصل عشان أحمسه حق حمسة البرياني، وطماط منزوع قشرة ومفروم ناعم. هني ثوم، وهذه بهاراتي. راح اقول لكم شنو اسوي وبعدين اراويكم الطريقه. شوف اللحم ما راح اقلي وايد، يعني قلاي خفيف. راح اشيله الحين علشان اقط البصل مكانه. الحين دبل البصل طبعا كان اكثر، وخففت من كميه الدهن. الحين شنو راح احطه؟ راح احط له هني عندي تقريبا 4 سنون، يعني خلينا نقول نص راس ثوم مهروس، قفشتين زنجبيل ناعم، المفروض هو فريش بس انا ما عندي، يعني قفشة الكوب. وراح احط عليه رشة من بهاري المشكل، يعني عيني ميزاني، خلينا نقول انا حطيت عليه مقدار قفشة كوب. وبعدين قفشة هم كوب كزبرة ناعمة، وبعدين قليل من الفلفل الأسود بس. الحين أحمسها شوية، خلي تغير شوية من البصل بالبهارات. كناس يقطعون البصل شرايح، أنا أقصصه مربعات. زين، الحين شو أحط بعد عليه؟ أحط عليه قفشة عودة، هذه قفشتي أنا صغيرة. المعجون الطماط دائما هاي تقريبا 3 مرات تحطيه، لازم تحمسونه علشان تروح نكهة المعجون الطماط بالحماس، ما يظل طعم المعجون بالأكلة. احمسي احمسي احمس واحمس واحمس، ويحمس شب عدوكم إن شاء الله. شو صار الحين؟ اهم شيء هذه الحمسه في البرياني، انتم لما تحمسونها عدل يطلع البرياني مسكت، نقول احنا كلش فانتاستيك. نحط عليه يا محفوظين السلامه انا تقريبا 4 طماطات وسط، مقشرتهم وثارمتهم ناعم، نقطهم وين؟ على الحمسه، نخليهم يتسبكون. بس اخليه له من ينشف ماي الطماط كلش، تصير الحمسه متسبكه، يكسر الدهن شويه فوق. نحط عليه باقي المكونات ونوافيكم بالاتي. ها نحط 3 علوب، ما نكسرهم، اكو ناس يترمونه عشان حار، عشان بس يذبلون. ما راح انا اكسرهم عشان يظلون حار، ما يصير الاكل كله حار ان شاء الله. وهذه الخلطه بعدين ورا ما يسبك الطماط نقطع على الخلطه. اذا قطيتوه على الخلطه خلاص انتهت يعني عمليه الحمص مال الصلصه. شو نسوي؟ نسلق العيش، نشخله بس، يعني خلينا نقول مو نص سلقه، اقل من نص سلقه، لان بعدين ابي شويه لما احط طبقات بالجدر ابرشه شويه من ماي اللحم علشان يستوي. الحين شفتوا الحمسه مالتي ها تسبكت، شوف شلون شويه لاصقه بالجدر، بس يعني مو محترقه، طالعه صارت متسبكه كلش. وهذا الماي الحين بقط فيه العيش عشان اشخله بدون اي شيء، بس ماي وملح. في ناس يحبون يضيفون بهارات، يضيفون كركم، يضيفون اي شيء، انا ما احب، انا اخليه ساده بس. طير الملح ما احط له شيء. والحين اضيف هذه الشغلات كلها على الحمسه. الحين شفتوا حطيت الخضره ورشيتها شويه، انا ماي اللحم ترى ما قطيته ماي السلق في دهن، رشيتها شويه عشان تتجانس النكهات. وهذا العيش الحين بسوي مشخول، قلت لكم خلينا نقول ربع سلقه، مو سلقه كامله، علشان بعدين شنو لما احط الطبقات بالجدر مع الحشوه واللحم بينه ارشه شويه من مروق اللحم بس. اكو ناس قلت لكم يحطون بهارات على العيش، انا ما احط.
ولا صفة زعفران ولا شيء. لذة البرياني هذا انه تستطعمين يعني بطعم الخضرة واللحم والمونة اللي تنزل من باجي يعني الحمسة. الحين شخلت العيش، مو نص يعني اقل، خلينا نقول ثلث استواء. راح احط نص كمية العيش تحت بالجدر، قاعة الجدر، طبعا بدون دهن ولا شيء لان الدهن اللي بالصلصة راح يكون كافي علينا. والحين شنو راح اسوي؟ راح احط من الصلصة اللي انا مسويتها والخلطة فيها، ترى هي صلصة يعني مو ناشفة كلش، ها، وعلوب الفلفل حطيتهم. انزين الحين شنو احط؟ الحين راح احط اللحم. حطيت قطعتين وهم احط عليهم بعد من الخلطة شوية. انزين والحين بحط باجي العيش وباجي اللحم والخلطة على الوجه. تمت بحمد الله. وهذا المروق شوية يعني نرش فيه عشان تنزل طعم النكهة والخضرة كلها تنزل على العيش واللون. وانا لا تنسون يعني ما شخلته يعني خلاص، بمجرد انه هذا هالشكل خلاص. هذا كله ماي اللحم مال السلق مال الدياي، يعني في مونة اللحم خلاص. هذا جدرنا النهائي، هذا شكله. ولما ننشف نراويكم. علينا وعلى عيونكم بالعافية. هذا الشكل النهائي حق البرياني. انزين شلت اللحم اللي على الوجه والحشوة حطيته على كتر، واللحم الثاني هم طلعته من داخل الحشوة وخلطت الحشوة ويا العيش وحطيته، وبعدين حطيت اللحم وحطيت قليل من الحشوة على الوجه. علينا على عيونكم بالعافية. تفضل. يطلع هناك بالصفرة هم يطلع حلو. اي مو انا قاعده اعطيك صور. وهذا الشكل النهائي حق الطبق. شلت اللحم وخلطت الحشوه ويا العيش وخليت شويه، نثرتها على اللحم. علينا وعلى عيونكم بالعافيه. طبعا حكوكه البرياني خرافيه خرافيه، بس مع الاسف تفتتت، بس حلوه.